العرب عمرهم ما تفاهموا، أول مرة يتفاهموا فيها كانت ضد تونس. شفتوا المهزلة اللي صارت البارح في مباراة فلسطين وسوريا، والملاعبية كيفاش يدوروا في الكرة باش يحافظوا على نتيجة التعادل اللي تخدم مصلحتهم الزوز باش يتعداو للدور الربع النهائي في مسابقة كأس العرب. تصور انت منتخب سوريا تجيه ضربة جزاء، ما فما حتى ملاعب يفرحها بضربة الجزاء، ولا ملاعبية فلسطين ما فما حتى ملاعبي تغشش كيف الحكم زفر ضربة جزاء، على خاطر عارفين السكور ملو انه باش يكون 0-0. احنا صحيح ما نلومو كان رواحنا، خاصة خسرنا مع سوريا 1-0، بعد مع فلسطين كنا رابحين 2-0، بعد رجعوا علينا 2-2. فراس شوات اعتذر بعد ما سجل الهدف الثاني. ضربوا تونس وضربوا فلسطين في مدرجات نتاع الجماهير التونسيه في ملعب لوسيل. ما رحنا نحكيو كره القضيه الفلسطينيه، احنا ديما مع القضيه الفلسطينيه، لكن كره بصراحه اللي صار باش يبقى عار في تاريخ كره القدم العربيه. كاس العرب هذه تخلقت باش توحد العرب، لكن في الحقيقه قاعده تفرق فيهم، حتى من خلال التصريحات اللي شفناها في مختلف البلاتوات العربي، كل واحد يجبد للروح. المنتخبات العربية متاع آسيا، المنتخبات العربية متاع شمال افريقيا، والجدل هذا كل اللي صار. على كل بان بكاشف انه اتفق العرب الا يتفقوا الا ضد تونس.